Let's go. صباح الخير حسب التوقيت المحلي لمدينة يوكوهاما في اليابان. لو أول مرة تشوفوا الفيديو ده اعملوا سبسكرايب ولايك وكومنتات. قولوا لي انتوا بتتفرجوا منين. أنا فاطمة ودي حياتي بعد ال30. فيديو النهاردة مصورة لكم فيه يوم السبت، ويوم السبت أجازة في اليابان، بس النهاردة ما كانش أجازة في مدرسة ابني. ما كنتش أعرف ليه، كنت فاكرة عادي. طلع انه بقى ايه، سكول اوبن داي. فالبيرنتس اللي هم وان بيرنت وان بيرنت منهم انا المفروض بقى نروح المدرسة ونشاهد الكلاسز ونتفرج على الاطفال في الفصول ونحضر وكده. عرفت انا الكلام ده امتى؟ اخر اليوم. الصراحة كنت فاكرة انه يوم عادي، يعني مثلا هياخدوا بداله يوم اجازة والنهاردة مثلا عندهم اكتيفيتي زيادة، عندهم اي نشاط، فعادي. صحيت ابني عادي في ميعاده وجهزته وراح المدرسة. في نص اليوم بقى قابلت على السلم مامة صاحبة ابني في المدرسة، بتقول لي ان هي لسه جاية من المدرسة هي وجوزها، وايه ده انت ما روحتيش؟ ايوه ما روحتش لاني ما كنتش عارفة، او انا قرأت في الابليكيشن بتاع المدرسة بس الصراحة ما ركزتش انهي تاريخ ولا كده. طبعا حسيت بالذنب لمدة نص ساعة، وبعد ما حسيت بالذنب حاولت نفضت الغبار يعني، والحمد لله تعايشت مع اليوم عادي وبس. وده ليه بقى؟ ده لاني اوريدي رحت قبل كده حضرت كلاسز، وبفضل واقفه ورا في اخر الفصل على رجلي طول الحصه بتفرج والعيال بتتعلم. اوكي يا جماعه نايس وورك وحاجه جميله خالص، بس انا رجلي وجعتني حرفيا. مفيش بقى كرسي ولا حاجه، بتقفي ورا كده بتتفرجي على الفصل، حاجه ممتعه جدا، بس يعني هي مره وانف انف از انف يا جماعه. المهم بعد ما ابني الكبير المحترم راح المدرسه، انا اخدت الصغنطوط وقلنا ننزل نعمل ايه، شوبينج. كنت محتاجة اشتري اكياس اللي هي الفاكيوم دي اللي احنا بنحط فيها هدوم الشتاء ونكبسها. اشتريت كيسين واشتريت لانش بوكس جديد للكتكوت، ودلوقتي هنروح نشتري خضار وفواكه. دلوقتي سحبت فلوس علشان نشتري بيها، ودلوقتي رحنا المحل. واحلى حاجة في المحل ده ان هو قريب، وطبعا فيه كل الخضروات والفواكه اللي احنا محتاجينها، واسعاره كويسة جدا. طبعا في طوكيو، وده كان السنة اللي فاتت، كان في اوريدي محل قريب بس الأسعار كانت حاجة صعبة جدا، استغفر الله العظيم يا رب. دلوقتي ممكن أنزل مرة أو اتنين في الأسبوع، غالبا مرتين على حسب الحاجة بتخلص ولا لأ. بجيب بقى كل حاجة أنا محتاجاها. دلوقتي جبت طماطم وخيار وجزر وفلفل، ونجيب شوية فواكه والبيض. المحل ده فيه بيض، وممكن لو عاوزين رز، حاجات كتيرة موجودة هنا. كمان موجود عندهم لب وبهارات وحاجات بقى من الصين، لان اوريدي المحل ده اصحابه صينيين. بصراحة مشاعري متضاربة تجاه الباكجينج بتاع الخضروات والفواكه في اليابان عامة. يعني اي نعم اتس كلين بقى وكل حاجة نظيفة وكل حاجة مترتبة بس تو ماتش بلاستيك يا جماعة، تو ماتش بلاستيك بجد. طبعا كل البلاستيك ده بيبقى ريسايكلد بعد كده، لان اوريدي المخلفات كلها بتتفصل، والبلاستيك لوحده والحاجات التانية البرنابل دي لوحدها. بس حاسة ان ده مش مبرر كفاية ان هما يستهلكوا كمية البلاستيك دي، خاصة يعني في الظروف اللي احنا فيها، يعني فاهمين. فبصراحة مش عارفة انتوا رأيكم ايه، يعني هل كون اليابان بتعمل إعادة استخدام للبلاستيك دي كلها تخليهم يستخدموا أصلا البلاستيك ده كله وينتجوه عشان الطعام وكده؟ مش عارفة. وهل ده مثلا بيصب في مصلحة انه بيقللوا الهلك مثلا في الخضروات والفواكه، ما بقاش فيه ويست كتيرة طعام يعني؟ بس مش عارفة الصراحة، ستيل برضو عندي تجاه البلاستيك الكتير ده. المهم دلوقتي خلاص جبت معظم الحاجات. اشتريت طبعا خضار كتير. جبت طبعا كزبرة وبقدونس، مش عارفة، انا مش عارفاهم من بعض، فانا جبت الاتنين علشان عندي خطة اني اعمل محشي الاسبوع القادم. انتظروا فيديو المحشي. دلوقتي جبت لفت برضو عشان اعمل مخلل، وطبعا ما ننساش البيض، لعل وعسى ربنا يفتح نفس الاولاد وياكلوا بيض. عاوزه اقول لكم ان انا اول ما جيت اليابان كان عندي صدمه، فعلا مصدومه من الكميات اللي احنا هنشتريها دي. يعني طبعا كميات صغيره، دلوقتي انا شايفه ان هي كتير، بس وقت ساعتها اللي هو ايه ده، انا هشتري 3 موزات ملفوفين انا هشتري كيس الطماطم فيها 5 طماطمات او 10 مثلا. يعني هو طبعا مش بيوصلوا ل10 بس هشتري كده.
شاريين عنقودين عنب، اللي هو ايه يا جماعه، ده ايه الهبل ده؟ بجد كنت مصدومه. بس طبعا دلوقتي يعني خلاص، يعني عيني خيرت على الكميات دي وتعودت، وطبعا بجيب مرتين وثلاثه وكده، بس طبعا عمري ما هجيب الكميات اللي احنا بنجيبها في مصر دي. يا جماعه بجد احنا في مصر، لا ده مصر دي حاجه تانية. طبعا بقى مع الوقت اتعودت انظم ازاي اشتري الحاجه واشتري امتى وكده. يعني في مصر عاده بننزل مثلا مره في الاسبوع نجيب خضار وفواكه الاسبوع كلها ونملى التلاجة، ونجيب طبعا كميات كبيره جدا. هنا طبعا الناس متعوده تشتري كل يومين كل 3 ايام. طبعا انا مش قادره اشتري كل يوم وكل يومين زيهم، بس ستيل برضو بنزل كذا مره وما بهدرش طبعا طعام، الحمد لله. الحمد لله خلصنا الشوبينج ودلوقتي راجعين على البيت. دلوقتي هرتب المشتريات، الخضروات في التلاجة. طبعا الحاجات اللي فاضلة من المرة فاتت: جزراية، بتنجانية، فلفلاية، واتنين توم تقريبا. المهم هنحط الحاجات الجديدة بالهنا والشفا طبعا. وهبدأ بقى بعد ما ارتب التلاجة نبدأ نجهز الغدا. حاسة كان احسن لو جبت الاكياس كده وفرختها هوب في الدرج على طول، يعني تو ماتش وفي الاخر مش مترتبة ولا حاجة. تقريبا خلصنا، حطينا كل حاجة. اتمنى ما انساش الكزبره والبقدونس دي يبوظوا، والحق اعملهم بدري. النهارده هنعمل اكله مصريه جميله بقالي كتير نفسي اكلها، وان احنا هناكل سمك مشوي. أه هعمل عاده الجريل بتاع الفرن الصغنن ده، اليابانيين بيعملوا فيه سمك على طول، وانا كنت متعوده اشوي كل السمك في الطاسه، بس قلت يعني عشان بالذات لو بالرده يعني، بس قلت اتس اوكي نجرب النهارده في البتاع ده، والحمد لله طلع كويس. طلعت جنب السمك الطويل ده، الكيس فيه 3 سمكات، فعملت جنبه السمك الصغنن ده سردين، ودول اخر شوية رد عندي. فالمرة الجاية بقى اكلة السمك الجاية المشوية هتكون في مصر ان شاء الله. هجهز دقة خفيفة ناشفة، ملح وكمون وكزبرة وشطة، ومش هحط بقى توم ولا فلفل ولا حاجات من دي، بس كده حاجة سريعة يعني، حاسة انه مناسب اوكي. عادة بقطع شوية كزبرة او بقدونس، والله مش فاكرة، وبحط بقى عليهم توم وقرنين شطة والتوابل الناشفة دي، ومعاه ليمون ومية، واعمله كده. بس الصراحة النهاردة عايزة اعمل الناشف ده بسرعة، يعني ما عنديش خلق. مش عايزة اوسخ البلندر. طبعا انا ببقى متحمسة قوي لما اكون هاكل حاجة انا بحبها، وببقى متحمسة لها قوي وبعملها بقى بمزاج وكده، بس للأسف الشديد اولادي بينكدوا عليا، والنهارده ما عبرتهمش وما عملتلهمش اكلة تانية اللي هو ده اللي انا هعمله. طبعا ما كلوش السمك، مش عارفة ليه. المهم براحتهم خالص، براحتهم جدا، الحمد لله انا استمتعت بالاكل. اي نعم كلته بارد وفضلت يعني بناحي على الاكل، بس مش مشكله، استمتعت الحمد لله. منزل مصر بقى ابقى كل الاكله الجميله دي، ابقى شوي شويه بوري وشويه شبار كده، ونقعد بقى اني مزمز. مش عارفه ليه الاطفال عندهم مشاكل مع السمك، معظم الاطفال عندهم مشاكل مع السمك بجد. قولوا لي انتوا ولادكم كده برضو يعني عندهم مشاكل مع السمك بيرضوا؟ وهل لو في مثلا عندك ابن مش بيحب أكلة معينة بتعمل له أكلة تانية، ولا بتقول له ده الموجود؟ بصراحة الموضوع ده بيحيرني. أنا مستلي بعمل كذا أكلة، يعني أنا عارفة مثلا ابني ده بيحب البسلة وابني ده بيحب البطاطس، هعمل ده بسلة وهعمل ده بطاطس. ابني ده ما بيحبش السمك، هعمل له فراخ. ابني ده بيحب كده، وافضل بقى ايه، بستهلك طبعا تفكير كتير. العمل سهلة الصراحة، مش بحس بمشكلة في ان انا اعمل حاجة، بس اللي هو ايه، ان انا افكر في البديل واقوم بقى اعمل حاجة وكده، ده اللي بياخد مني وقت. المهم السمك شكله لذيذ جدا، السمك الكبير ده كان فيه دهون كتيرة، ف سو ديليشوس بصراحة، كان لذيذ. ودي بتنجانة أول مرة أجيبها في اليابان. عادة كل البتنجان الموجود الرفيع الطويل ده، بس سبحان الله لقيت دي، قلت بس انتي يا بتنجان، انتي عاوزة شوية سمك وعاوزة تشوي كده على النار، كده تتشوي تتلهلبي كده، وهاكلك مع السمك. عملتها. ودلوقتي الحاج صاحب البيت اتسوق لنا التسوق التاني، اللي هو بتاع التلاجة بقى، من فوق مش من تحت، من فوق. اوكي. طبعا احنا بنعمل كده مرة ولا مرتين، يعني مثلا كل اسبوعين تقريبا على ما تفرج، يعني لما يفضى بيعمل لنا كده، بيروح يشتري الحاجات ونحطها في التلاجة، ولما تخلص نروح نجيب تاني، لان طبعا بنروح المحل ده بقى بعيد، بعيد شوية عننا يعني. دلوقتي حان وقت ان احنا نعمل البتنجانة
طبعا كان نفسي ادقها بقى والجو ده، ما عنديش طبعا. فهنعمل في الكبه الجديده بتاعتي بعد ما حرقت الكبتين التانيين. تن تن تن. هحط البتنجانه المشويه وعليها فصين توم، وتقريبا دي كزبره او بقدونس، انا اسفه، انا اسفه والله. مش عارفه قد ايه حاجه خضراء. ونحط شويه ليمون، والدقه الناشفه اللي كنت عاملاها عشان السمك هحط منها شويه هنا، ومعلقه من الطحينه، وهيكون جاهز ان شاء الله. طبعا الطحينه دي من مصر، وطبعا في طحينه في اليابان، بس الصراحه متبقاش حلوه قوي. كذا مره لقيتها في احدى يعني محلات، بس بتكون فيها زيت كتير كده وملمسها مش زي ده. بس مش عارفه anyway. المهم ان احنا ممكن نلاقيها يعني لو احتاجناها. الحمد لله. حطيت شويه ميه دافيين عشان الطحينه تفك، وضربت البتنجان، و كان لذيذ جدا بصراحه. زودته بعد كده ليمون وملح تاني عشان الملح اللي في الدقه كان قليل. وطن طن طن. عملت طبقين سلطه، وعملت شويه بطاطس كمان مسلوقه وحمرتها. بس وكانت بصراحة أكلة لذيذة جدا، بس كانت محتاجة تتاكل سخنة، ولكن يلا قدر الله ما شاء فعل. لو وصلتوا لحد هنا فبشكركم جدا. ولو مش عاملين سبسكرايب اعملوا سبسكرايب واعملوا لايك وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وبس كده، سلام.